أكيد كلنا مرينا بالموقف ده. الواحد يقرر خلاص إنه هيركز في شغل أو مذاكرة، وخمس دقايق بالظبط يلاقي نفسه بيقول طب هي بصة سريعة على الموبايل، والبصة دي فجأة بتسرق ساعة كاملة من اليوم. ولو السيناريو ده بيتكرر كتير، فالمهم نعرف إن المشكلة مش فينا كأشخاص، لا، المشكلة إننا عايشين في عالم مصمم أصلاً عشان يسرق تركيزنا. كل إشعار وكل بوست هو فعليا محاولة لسرقة أغلى حاجة عندنا، وهي انتباهنا. طيب، عشان نسترجع التركيز ده محتاجين نمشي على خريطة طريق واضحة. الأول هنفهم أصل المشكلة، بعدها هنتعلم قاعدة ال25 دقيقة، وهنشوف إزاي نصمم بيئة تساعدنا، وإزاي نبني قوة الدفع عشان نبدأ، وأخيراً إزاي نستخدم نظام المكافآت والتحفيز عشان نكمل. وأول محطة في خريطة الطريق بتاعتنا هي إننا نفهم العدو كويس. يا ترى ليه؟ التركيز في عالمنا الحديث بقى مهمة، يعني الشبه مستحيلة. الحقيقة المرة إن عقولنا دخلت في حلقة إدمان. كل إشعار أو لايك بيوصل هو جرعة دوبامين سريعة ومكافأة فورية للمخ. فطبيعي جدا لما نيجي نعمل مهمة صعبة زي المذاكرة، المخ بيتمرد وبيقول إيه الملل ده، ويبدأ يدور على متعته السريعة والسهلة اللي اتعود عليها. وده بقى الخبر الكويس في الموضوع كله. المشكلة مش إن الواحد ما بيعرفش يركز، لا، الفكرة إن عضلة التركيز نفسها محتاجة تمرين، بالظبط زي أي عضلة في الجسم. كل ما تتمرن أكتر كل ما تقوى. طيب، إزاي نبدأ نمرن العضلة دي؟ الإجابة في أبسط وأقوى تمرين ممكن نتخيله، قاعدة ال25 دقيقة. الطريقة دي ليها اسم مشهور وهو بومودورو، وفكرتها ببساطة إنها بتخلي المخ يركز بكامل طاقته لفترة قصيرة من غير ما يحس بالإرهاق أو الملل اللي بيخليه يهرب. والموضوع بسيط جدا. أول حاجة شغل لمدة 25 دقيقة وبس، مش أكتر. كل حاجة تتقفل وكل التركيز يكون على مهمة واحدة بس. ولما ال25 دقيقة يخلصوا ناخد راحة 5 دقايق وبعدين نكرر الموضوع تاني. بس استنى، حتى تمرين ال25 دقيقة ده ممكن يفشل لو بنعمله في ساحة معركة مليانة تشتيت. وهنا بقى بيجي دور الخطوة التانية والمهمة جدا، تصميم بيئة عمل تساعد على النجاح. واللي بيبان في سلايد دي هو الفرق الواضح بين البيئتين. بصراحة كده مفيش حاجة اسمها تركيز وموبايل مفتوح جنبنا. لازم الموبايل يبعد والنت يتقفل لو مش محتاجينه للشغل، ونخلق بيئة بتقول للمخ بشكل واضح إحنا هنا عشان نشتغل وبس. يعني بدل ما نستنى إننا نبقى مركزين، الأفضل نقطع التشتيت من مصدره الأول. جهزنا البيئة وظبطنا المؤقت على 25 دقيقة، بس لسه الواحد بيبص للسقف ومش قادر يبدأ. مقاومة البداية دي هي أكبر عدو للإنتاجية، ودلوقتي هنتعلم إزاي نهزمها. السر هنا عكس اللي كلنا تقريبا اتعلمناه. بدل ما نبدأ بأصعب مهمة ونحس إنها جبل، الصح هو إننا نبدأ بأسهل حاجة ممكنة. رد على إيميل، اكتب عنوان المقال، أي خطوة بسيطة تكسر حاجز الخمول وتدخلنا في مود الشغل. والمقولة دي بتلخص كل حاجة. المبدأ الفيزيائي ده بينطبق على الإنتاجية كمان بشكل مذهل. مجرد البدء في أي حاجة مهما كانت صغيرة بيخلق قوة دفع بتخلي الاستمرار أسهل بكتير. وعلشان كده النقطة الحاسمة هنا هي تقليل الاختيارات. قبل ما نبدأ اليوم نكتب 3 حاجات بس عايزين نخلصهم، مش 10 ولا 20، لا 3 بس. ليه؟ علشان العقل ما يتشتتش ويرهق من كتر الخيارات المتاحة. كل ما الاختيارات قلت كل ما التركيز زاد. كل الخطوات اللي فاتت دي رائعة، بس عشان نضمن إننا نستمر عليها محتاجين نضيف المكون السحري الأخير، وهو نظام المكافآت. الفكرة إن بعد كل 25 دقيقة من التركيز لازم نحتفل بالإنجاز ده. المكافأة دي سواء كانت فنجان قهوة أو أغنية بنحبها بتبعت رسالة بسيطة جدا للعقل. المجهود ده بيجي وراه حاجة حلوة، ومع الوقت المخ نفسه هيبدأ يربط التركيز بالمتعة. وهنا بقى الخلاصة كلها في جملة واحدة: الناس الناجحة مش بالضرورة أذكى من غيرهم، هما بس أتقنوا مهارة واحدة حاسمة، القدرة على التركيز الكامل على مهمة واحدة لفترة قصيرة. التركيز قوة في حد ذاته، مش مجرد ذكاء. فما نستناش لبكرة. التحدي ممكن يبدأ النهاردة، 25 دقيقة واحدة بس من التركيز المطلق. لو جربناها مرة واحدة بس هنشوف كمية الشغل اللي ممكن تخلص. والسؤال اللي بيفضل هو، لو 25 دقيقة ممكن تغير يوم، يا ترى ممكن تغير إيه في حياة الواحد على المدى الطويل؟